السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن اللوب، وهناخد النوع اللي معانا او اللي باقي لنا، الا وهو الدو وايل. احنا اتكلمنا قبل كده عن الفور واتكلمنا عن الوايل، هنتكلم عن الدو وايل. طيب، انت لو جيت ركزت بس حاجة بسيطة، هتلاقي الفرق بين نوع ونوع اللي هو الهوايل والدو هوايل. هتلاقي ان هما نفس الاسم او نفس، بس باختلاف. هتحس ان هو منطقيا بيقول ان في اختلاف بسيط بينهم، لان دي هوايل ودي هوايل، بس دي بدل دي هوايل لا دي هوايل. تمام. وهو بالفعل هو بالفعل في فرق بسيط جدا بين الاثنين. جميل. جميل. طيب، طب قول لنا يا حاج، انت هتعمل الدو هوايل دي ازاي؟ بكل بساطة، مش احنا عرفنا الهوايل؟ جميل. بص يا سيدي، انا هعمل ايه؟ مش انا الهوايل كانت بتبقى فوق، صح؟ هقوم واخدها خط كده واخليها تحت. مهم. واجي هنا مكانها اقوم كاتب كلمة ايه؟ كلمة دو. يبقى انا كده حولت من الهوايل لدو هوايل. يبقى اول حاجة، اول فرق بسيط بين الاتنين اللي هو الامبلمنت او الشكل بتاعها. ان دي هو ان الهوايل بتكون هنا، نحط هنا هوايل، استبدلناها بدو، نزلنا الهوايل حطيناها تحت زي ما شفت. جميل. جميل جدا. طيب، حتى لو جيت عملت رن، يعني لو جينا بصينا عملنا رن، هنلاقي ان هي نفس الفكره. هو طبعا من اول الدوره اشتغلت من اول واحد لغايه كام؟ لغايه 20. هل لغايه الان في فرق غير اللي احنا قلنا عليه دلوقتي؟ لا، ما قلناش فرق الا اللي هو الشكل بس. طيب، طب ايه الفرق؟ هو اكيد لازم، هي طالما هي موجوده كحاجه كنوع لازم يبقى في فرق. اه، هو في فرق. طيب، ايه الفرق؟ خلي بالك، تعال نرجع الكود كده زي ما كان لهوايل. نقول له شيل دي كده، نشيل دي كده ونخليها هوايل. لو كنت فاكر ان احنا لما كنا بنشيل العلامه دي، تمام. جميل. طب هو هنا ما اتشالش لان السطر ده موجود. تعال نشيل ده، نخلي ده كده، تمام، كأن ده مش موجود. لو جينا بصينا هنلاقي ان اول ما قلت في الهوايل كلين اللي هي فولس، قال لك انا مش هعمل ايه؟ مش هخش هنا لان مش منطقي. هو اصلا انا كده كده في فولس، هخش هنا ليه؟ صح. جميل. يبقى اول حاجه خلي بالك، اول ما خلينا الشرط او الهوايل جواها فولس، قال لك انا الجزء ده عمري في حياتي ما هخش له، لان انا في فولس، لان انا ايه؟ بفولس. طيب، لو جيت بصيت في الهوايل هتلاقي ان هو بيتشيك الاول، الهوايل فوق وبتشيك الاول، وبعد كده يخش. لو لا بترو هنفذ، لا فولس خلاص مش هنفذ. صح. جميل. ولذلك هتلاقي ان التشيك ترتيبه فوق، بتشيك الاول بعد كده انفذ، انفذ، انفذ. جميل. جميل. طيب، بالنسبه للهوايل دو هوايل، لو جيت بصيت هنلاقي ان في كود بيتنفذ الاول وبعد كده بيعمل ايه؟ تشيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الهوايل كانت بتتشيك الاول وبعد كده لو ترو بتنفذ، لو فولس بتطلع. صح، دي الهوايل. طيب، الدو هوايل، لا بتنفذ وبعد كده تتشيك، تتنفذ بعد كده ايه؟ تتشيك. طب تعال نخلي ده زي ما هو كده عشان ما يحصلش. طيب، خلي بالك، خلي بالك، انا لما كنت بشيل العلامه دي، علامه التعجب دي، في الهوايل كان الشكل ده بيعمل ايه؟ بيتعمل لي عليه تحذير ان انا اصلا عمري ما هخش في المكان ده. طب تعال نشوف كده، لو خلينا شيلنا ده هنلاقي ان الامور ما حصلش فيها حاجه، ما جابليش تحذير هنا. ليه؟ لان خلي بالك، انا قلت لك هو بينفذ الاول بعد كده بيتشيك. هو عادي لمح ال- الكومبايلر ماشي عادي ينفذ، لقى كلمة دو فدخل جواها، لقى كلمة برنت قام طبعها، لقى تشيك
نفذه، لا كاونتر عامله، وبعد كده قام عامل تشيك. فبالتالي هو خلاص ده اتنفذ وبتشيك بعدها. تمام. طيب الفرق برضو بين الاتنين، مش احنا لما كان الهوايل ده الكلين دي كانت بفولس كان في حاجه بتطبع؟ كانش حاجه بتطبع. طب ازاي؟ بتاع وريني كده. اهو، اهو. هنشيل ده كده. انا عايز اشيل السطر ده خالص عشان ما يلخبطناش خالص. اهو. هنلاقي ان هو اصلا مش هعطيك الفرصه ان انت ايه، ان انت تشوف في الرن حتى، لا، مفيش حاجه اتطبعت. تمام. وهو موضح لك كده قبل ما تعمل رن. طيب تعال نرجع الشكل بتاعنا تاني. نف- اه هنخلي الشكل بتاعنا نرجعه زي ما هو. نقول له دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى ده هو. ولكن الفرق ان هنا هشيل ده زي ما هو. انا كده لغايه الان زي الايه، الهوايل. انا لما عملت الشكل ده اما شلت علامه التعجب ده في الهوايل ما طبعليش حاجه، صح؟ طب تعال نشوف نعمل رن كده لما نشتغل ده. خلي بالك لو جيت بصيت ده بتاع الهوايل ما طبعش حاجه. طيب بتاع الدو هوايل، اه، طبع. طبع ايه؟ طبع واحد، طبع مره، كرر مره. يبقى اذا ابدا الاحظ بقى وابدا احدد او ابدا اكتب المعلومه دي او استنتج المعلومه دي، ان الفرق بين الهوايل والدو هوايل الفرق بينهم بسيط. حاجتين، اول حاجه الشكل ممكن ما نعتبرش دي فرق، بس هنعتبرها فرق. الشكل ده اول فرق. طب تاني فرق، بيقول لك ان الهوايل لو الشرط ما اتحققش او الشرط بتاعها فولس مش هينفذ ولا مره. طب الدو هوايل ايه؟ الدو هوايل حتى لو الشرط فولس هينفذ على الاقل مره. وده ليه؟ لانه هو بيطبع بيخش بينفذ الباض الاول وبعد كده يتشيك. طب هو نفذ كده كده هينفذ الباض ده حتى لو التشيك هنا بالنسبه له فولس. هو ده اصلا الطبعه ده اتنفذ. يبقى اذا الفرق بين الاثنين، الفرق بين الهوايل والدو هوايل، الهوايل بتتشيك لو الشرط فولس ما بيحققش او ما بينفذش ولا مره ولا بكرر ولا مره. طيب الدو هوايل قال لك والله حتى لو الشرط فولس انا على الاقل هنفذ ايه؟ هنفذ مره. زي خلينا نقول كده بايه، باللغه بتاعتنا كده، الهوايل حتى لو هي بفولس، يعني الهوايل بفولس لو هي بفولس، يعني خلينا نقول ميري لا يلا مش منفذه ولا مره. طبعا عشان لا، مش منفذه ولا مره ولا مكرره ولا مره. طيب الدو هوايل لا، الدو هوايل حنينه شويه، بمعنى صح، تجبر بالخاطر. يعني حتى لو الشرط بتاعك فولس، يا عم انا ايه، انا هدخلك مره او ان انا هخليك تنفذ ايه، تنفذ مره. زي مثلا كانك مثلا داخل ملاهي او داخل النادي. تمام، انت داخل النادي، نفترض ان الهوايل هي اللي واقفه على بوابه النادي. بتاخد الكارنيه بتاعك، لقيت الكارنيه بتاعك لا ما لا يصلح ان انت تخش النادي او مدته انتهت، فيقول لك يلا السلامه بره. طب لا يلا. طب لو نفترض اللي واقف على بوابه النادي ادوه هوايل، يقول لك اه على فكره انت الاشتراك بتاعك انتهى، ولكن من عندي هدخلك يوم او هدخلك مره. تمام. يبقى اذا ده الفرق بين الهوايل والدو هوايل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللوب واتكلمنا عن الثلاث انواع الاساسيين. مين في اللوب؟ الاساسيين. وفي غير الاساسيين اقول لك في نوعين في في نوعين في ضرب. حاجه اسمها الفور ان والفور اتش. ولكن ده انا مش حابب اتكلم عنها خالص في السلسله دي، لان مش هتكون واضحه قوي. هنتكلم عنها ان شاء الله، او هنتكلم عنهم ان شاء الله واحنا شغالين فين، في فلتر باذن الله. هنوضح الاثنين
وهنتكلم عنهم وهنوضح الفرق بينهم. هما يعني خلينا نقول مفيش فرق. انت طالما عرفت الثلاثه دول في اللوب، هما الثلاثه الاثنين تانيين شبههم، ولكن دارت يعني موفره لك شويه، ولكن هما نفس الفكره ونفس التنفيذ ونفس المهمه ونفس كل حاجه، ولكن اختصارا بس في مين، في طريقه الكتاب. يعني مثلا بدل ما انت كاتب تشوف دي فور لوب اهي، صح؟ الفرق بس بينها مثلا وبين مثلا الفور ان او اي نوع تاني منهم، ان هي بس طريقه الكتابه بتكون مختلفه شويه، مع برضه هيكون في حاجه بسيطه جدا اختلاف، قد يكون مش ملحوظ او قد يكون مش كبير قوي، ولكن ان شاء الله هنتكلم عنهم بتفاصيل وهناخد امثله عليهم، وده هتبان معانا اكتر في الشغل باذن الله. ان شاء الله استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.